من ولاية بن عروس. هكذا انتهى به المطاف، فبعد أكثر من 10 سنوات قضاها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تورط خلال في قضايا مخدرات رحل إلى تونس، وبدأ منذ شهر جوان الفارط في زراعة نبتة القنب الهندية المخدرة أو ما يعرف بالماريخوانا. حسب الكميه نتاع المخدرات والامبلاسمون نتاع البنيه، سيرتو البيت اللي يبني فيها توا هبط الياجور وهبط السيمان والحديد، قاعد يبني في بيت نتاع 2 متر ولا 3 متر باش يعمل البيت هذيك يسكرها ويعملها كما الفريغو، فيها كلمة خاصة بنبتة الماريخوانا هذه اللي هي ما تنبتش عندنا في تونس كان بمناخ معين. المؤشرات الأولية تفيد أن المتهم بدأ في زراعة الماريخوانا للاستهلاك على أن يوسع من مساحة زراعتها ربما للترويج في مرحلة لاحقة، لذلك أعد كمية كبيرة من البذور وشرع في تجهيز منزل والديه بآلات مراقبة واتصال، وذلك بعد طرد والديه وإخوته منها. بدأ بأمه امرأة معاقة مريضة، أعطاها تريحة وطردها من الدار هي وبنتها. مشيت المرأة سكنت عند بنتها الأخرى في شبدة وقدمت به قضية في العقوق. يفز من النوم يمشي للسيجارو، ماذا وبعدش يبدأ غير طبيعي، يبدأ يهز يضرب يكسر يدقدق يضيق علينا يهد علينا بالكف يبزق علينا يقول كلام زايد يعاير فينا أصلا وصل يعاير فينا. هذه التصرفات تجاه العائلة دفعت بالأم إلى تقديم شكوى ضد ابنها والإعلام عن مخططاته، خطوة أدمت قلبها وأدمعت عيناها، ولكنها ستجنب حتما ابنها وآخرين مآسي عديدة، هكذا قالت لنا.